السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنتكلم عن غلطة قاتلة ممكن تؤدي بحياتك لا قدر الله لو ما خدتش بالك وشفت الفيديو ده وتابعت، علشان في حاجات مهمة وخصوصا للمبتدئين. هنتكلم عن غطاء الريداتير اللي هو ده، وهنتكلم عن غطاء زيت الهيدروليك. لو انت حضرتك فتحت الغطاء اثناء سخونة اللودر كانت جامدة وانت شغال، هنتكلم عن ايه المشاكل اللي ممكن تحصل لك لو حضرتك فتحت الغطاء وهو اللودر سخن جامد. تمام كده يا شباب؟ بس قبل ما نبدأ ان شاء الله، لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل اعجاب، وما تنساش تشترك في القناة علشان يوصلك كل جديد. وعشان ما اطولش عليكم يا شباب نخش في الموضوع. بسم الله. النهاردة يا شباب هنتكلم عن غلطة قاتلة بيقع فيها كثير من السواقين وخصوصا المبتدئين. غلطة ممكن تكلفك موتور او تعمل لك حرب، وهي انك تفتح غطا الراداتير او غطا خزان زيت الهيدروليك والمكنة سخنة واللودر شغال. طب ايه اللي انا نتجنبي؟ تحذير من فتح غطا الراداتير. اول حاجة الراداتير لو فتحت الغطا وهو سخن، البخار المضغوط والمية السخنة ممكن تطلع في وشك في جزء من التانك. تخيل مية مغلية تغلي فوق 90 درجة بتندفع في وشك، ممكن تعمل لك حروق شديدة في وشك او ايدك او حتى صدرك. لازم تفهم ان الضغط جوا النظام ده عالي جدا وقت السخونة. لو مضطر تزود ممكن تطفي المكنة وتسيبها تبرد على الأقل 20 دقيقة، وافتح الغطاء بهدوء وحذر. انت تفتح الغطاء بهدوء وحذر. لازم تسيب المكنة تبرد شوية، على الأقل ممكن 20 دقيقة أو نص ساعة، واخد بالك؟ لما تيجي تفتح بحذر شديد. ثانيا غطاء الهيدروليك نفس الكلام على خزان زيت الهيدروليك. لو فتحت الغطاء والمكنة شغالة، الزيت يا شباب ممكن يطرطش بسبب الغطاء العالي، بسبب الضغط العالي او الهواء اللي بيتسحب ويدخل الغطاء. كمان لو في شوائب حوالين الغطاء ممكن تقع جوا وتبوظ لك طرمبة الهيدروليك. فنصيحة لما تيجي تفحص زيت الهيدروليك او تزود، اقفل اللودر وسيبه يرتاح شوية، وبعدين افتح الغطاء بهدوء ونظف حوالين الغطاء كويس قبل ما تفتحه. خدها قاعدة، ما تفتحش اي غطاء وانت مش متأكد انه بارد وآمن. السلامة اهم من اي شيء، وما فيش حاجة مستاهلة تعور نفسك علشان. لو استفدت من الفيديو اعمل لايك وشاركه مع زمالك عشان محدش يوقع في نفس الغلط. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.